لما بشوف لوجو الاسد على اي كرتونه جايالي بعرف ان تحت العبايه حكايه، وان احنا فعلا هنلاقي عظمه في الكرتونه دي. يلا بينا نفتح العظمه والجمال. هو اكيد هيميدور، اكيد هيميدور، بس هيكون شكله ايه ومواصفاته ايه؟ لكن انا بثق جدا في ليبينسكي وبثق في تنويعها في الاشكال والقطع الفخمه. ايه ده، كرتونه تاني؟ ماشي يلا بينا. ما تقوليش كرتونه تالت بقى. اوه اللون، الشياكه، الجمال، بدايه موفقه. مش بقول لكم تحت العبايه حكايه؟ اللون مهجوني مذهل، التقفيل كويس وده حاجه بتعجبني، يعني احكام كده على الهيميدور. انا بنبسط لما القطع بتيجي متقفله صح. بسم الله، واخيرا اللحظه الفارقه. يا لهوي على الجمال والفخامه والطعامه. في حاجه مهمه قوي في ليبينسكي بتعملها، الستايل الفرعوني. نشيل دي، نكمل فتح ونتفرج على التفاصيل والجمال. منين. اخر طعامه وشياكه ولطافه. ايه الحلاوه دي وروعه التعتيق الخشبي، ايه الجمال ده، اللون المهجوني، اللون التحفه اللي بيليق على اي مكتب، اللي فعلا بيخليه حاجه لاكشري قوي مع لمسه الفرعوني بقى جوه. نفتح ونشوف. مش بقول لكم ليبينسكي كده ماسكه ستايل فرعوني شويه كده وجميل وشكله شيك قوي، وبيدينا لمسات حلوه وبسيطه كده من ليبينسكي. الدرج الاول في طبعا المانوال بتاع ليبينسكي، في المزرعه. اعتقد برضو هياخد معانا 2 باكت ل2 باكت ونص مستريح، وفي الهيميجيتور بتاعها والفاصل اللي بيتحط بين كل باكت والتاني. طالما الفاصل ده موجود يبقى الدرج بياخد 2 باكت مستريح قوي. 3 درج تحفة، والتصميم تحفة، والشكل تحفة جدا. عجبني لمسة الخشب الجميلة والشيك دي قوي من ليبينسكي. لا انا انبسطت بصراحة، انبسطت. اللون المرة دي مذهل وشيك، والحجم كده معقول، يعني هو صغير بس يحير، صغير بس ياخد برضو 6 باكت لحد 7.5 باكت تقريبا. ليبينسكي مصرة تبهرني. اشوفكم على خير.